السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهارده بقى ان شاء الله هنعمل مع بعض ايه؟ دي الخبيزه. تمام. الخبيزه دي من الاكلات اللي هي المصريه الصميمه الاصيله بتاعتنا، اللي احنا من ساعه ما سيبناها مقطفه منها شويه اهي، واحنا نسينا كل حاجه. الخبيزه يا جماعه انا بحط عليها سلق، انا مقطفه السلق اساسا. تمام. قلت بقى النهارده هعمل خبيزه، واجي اتكلم معاكم كده حبه مع حبايبي. ديت يا جماعه الخبزه دي اللي قدامكم دي انا جايبه كيلو ونص، بس مش هعمله كله طبعا، هعمل شويه منه والباقي برده هسلقه كده واحطه في الفريزر وقت ما بحتاجه بلاقيه. النهارده بقى انا طبعا هتكلم معاكم يا جماعه في موضوع استفزني قوي، في حاجه اللي هي ان القناه الصغيره دي الغريق اللي بيتعلق في قشايه. تمام. يعني ايه الغريق اللي بيتعلق في قشايه وايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا هدى؟ اقول لكم لما القنوات الصغيره، واحده من القنوات الصغيره مثلا تحتاج دعم من قناه من القنوات الكبيره، تطلب منها فلوس. تمام. تطلب منها فلوس، تطلب منها فلوس. يعني انا في ناس في اليوتيوب من القنوات اللي هي الصغيره انا عارفاهم، صحابي، ناس كتير جدا منهم صحابي قوي على فكره. راحوا لشخص ما او واحده ما عموما، يعني قناه كبيره مشهوره معروفه، وطلبت منها ان هي تصور معاها فيديو. فقالت لها انا هصور معاكي فيديو 10 دقايق ب 3000 جنيه. نعم. يعني هتسافرلك بلدك اللي انت قاعده فيها اتنين من مكان لمكان عشان تصور معاكي 10 دقايق تاخدي منها 3000 جنيه؟ ليه؟ هتتصور مع مين يعني؟ هتتصور مع نجمه من نجوم المجتمع، ولا هتتصور مع اللي مش موجود في الدنيا؟ ليه يعني 3000 جنيه؟ 3000 جنيه في 10 دقايق. هي لو معاها 3000 جنيه كانت احتاجت ان هي متوفرين معاها، كانت احتاجت ان هي تكلمك اساسا وتقولك عايزه اصور معاكي فيديو؟ تصور معاها فيديو على امل ان هي تطلع بكام مشترك او كام مشاهد من عندك او كام مشاهده من عندك. ليه تستغلوا يا جماعه حاجه الناس؟ يعني مثلا انا قناه لما اكبر مثلا كده ان شاء الله، لما اكبر مش دلوقتي، قاعده اقطف شويه خبزه زي اللي انا بقطفهم دول، واحده تقول لي انا عايزه اصور معاكي، اقول لها تعالي اقعدها جنبي كده وانا بقطف حبه الخبزه واخد منها 3000 جنيه في 10 دقايق؟ ليه يعني؟ ليه انتوا بتستغلوا يا جماعه حاجه الناس؟ ما انتوا كنتوا في يوم من الايام قنوات صغيره وكنا بنحبكم وبنتفرج عليكم. ليه تستغلوا حاجه الناس وضعفها؟ واحده تانية، واحده تقول لها ارفعي لي منتدى تتصل بيها، هم كلهم بيبقوا حاطين ارقامهم على لمحه، والناس منها متابعاهم ان هم قنوات صغيره، وبيقعدوا يتكلموا بقى بطريقه ان هم ناس كويسه وان هم ناس بيدعموا وان هم ناس وناس وناس. تتصل بيها تقول لها ارفعي لي فيديو على المنتدى، واحده تقول لها الساعة ب150 جنيه، وواحدة تانية تقول لها حطي يومين بقناة تانية، يعني احط يومين ب1000 جنيه، تقول لها 1000 جنيه كتير عليا. طب ممكن تخفضي المبلغ شوية عشان معيش فلوس ما تردش عليها اصلا؟ ليه يا جماعة؟ ليه احنا بنعمل كده مع بعض؟ ليه نسينا اصلنا؟ يعني معلش، هو مش فرض عليكي القناة الكبيرة مش عايزة تساعدي حد، مش فرض عليكي انك تساعدي حد يا ستي، ماشي؟ ما تطلبيش فلوس، يعني مش هتشتغل الا بالفلوس. ما تستغليش حاجه الناس وما تطلبيش فلوس. ما تقوليش 3000 جنيه في العشر في 3000 جنيه في 10 دقايق. حرام عليكي، حرام حاجه الناس. حد تاني دلوقتي اللي شغالين اليومين دول يعملوا بس يلا يا جماعه مشتركين ببلاش، هدايا وجوائز، وخشوا تعالوا. القنوات الصغيره طبعا غريب يتعلق بقشايه، يجروا ويخشوا ويقعدوا ساعتين ويعلقوا ويكتبوا ويتهد حلمه ويشتركوا عند ده وتكتبوا له تم، ويشتركوا عند ده ويكتبوا له تم، ويخلصوا باقه النت بتاعتهم. الله اعلم هم عاملينها ازاي ولا مجددينها ازاي، بيجددوها وبيطلعوا الروح، وبعد كده يطلعوا يا مولاي كما خلقتني، لا في مشتركين ولا في ساعات ولا في هدايا ولا في من اللي بيقولوا عليه. حد تالت برضو يعمل لك بس يقول لك تعالي دعم القنوات الصغيره وهنقف جنبكم وهنعمل. تخشي البث تلاقيهم منزل لك روابط، لو عايزه مشاهدات تخشي الرابط دوت، عايزه عرض اول تخشي على الرابط دوت، عايزه ما اعرفش ايه تخشي هنا. ايه يا جماعه في ايه؟ انتوا عملتوها تجاره؟ حرام عليك والله اللي انتوا بتعملوه في الناس دوت. وبقول للناس الكبيره اللي هي بتدعمهم ايا كان الدعم من اي نوع، حرام عليكم، الناس دي ما بقتش مستاهله. الناس ديت ما بتساعدش حد، ما بتقفش جنب حد. فانتوا لو انتوا عندكم عايزين تدعموا حد او تقفوا جنب حد، يا عم ما هقول لك ايه، عندك المستشفى 57، عندك معهد الاورام، عندك مستشفى الحروق، عندكم البلاد مليانه ناس فقيره مش لاقيه اللقمه، هم خلاص كبروا وشبعوا، بيطلعوا يستعرضوا بالحاجات اللي جات لهم وبالهدايا اللي جات لهم من بره، والناس مش لاقيه اللقمه.
احنا ما بنحقدش على حد وما بنتكلمش على حد، بس حرام انك انت، معلش انت لو انت وقفتي جنب زميلتك، او مش هقول لك زميلتك يا ستي، والقناه صغيره محتاجه منك مساعده، انا الحمد لله الحمد لله لا اتصلت لحد ولا كلمت حد ولا قلت لحد عايزه دعم ولا قلت لحد عايزه مسانده. بس حرام يا جماعه، حرام ان احنا اللي احنا بنعمله في الناس ده، بلاش ننسى اصلنا. وقول القنوات الصغيره ربنا ما بيعملش فرعون، احنا اللي بنعمله. انتوا اللي بتقفوا معاهم وبتكبروهم وبتدوهم اهميه وبتدوهم لازمه. بيبقى البني ادم ملوش لازمه كده، ماشي؟ مش البني ادم ربنا كرمه عن اي حد، يبقى الواحد ملوش لازمه كده ولا اي حاجه، واحنا نكبره ونهتم بيه ونقول له معلش ارفع علينا فيديو، معلش اعمل لنا منتدى، معلش اتصور معاك. احنا اللي بنعمل لهم لازمه وبنعمل لهم قيمه وبنعمل لهم اهميه. يبقى انتوا يا جماعه كده محدش يتصل بيهم، محدش يطلب منهم حاجه اساسا، ماشي؟ عشان او ما تطمعوش اكتر واكتر، ماشي؟ لان هم طمعوا وشبعوا والطمع ملأ عينيهم والجشع ملأ قلوبهم، فيا ريت ما تطلبوش منهم حاجه. واقول لكم ايه، ربنا يهدي الحال. والقناه الكبيره يا ريت تعيدي النظر في الموضوع بتاعكم ده تاني، موضوع انتوا بتاخدوا فلوس من الناس ده، يا ريت تعيدوا النظر فيه شويه. مش هقول لك لازم تساعدي الناس ولا ده فرض عليكي، بس قولوا لهم على الاقل مش هعمل، ما برفعش منتديات وما بصورش مع حد، صح؟ يبقى احسن واكرم وانضف يعني. دلوقتي يا جماعه احنا بنعمل الخبزه اللي احنا نسيناها اصلنا، وهعملها لكم بالمفرق. بعد ما اقطفها كده ومقطفه عليها السلق بتاعها، بسلقها. بصوا انا اوريكم السلق، ورقه السلق اهي، ماشي؟ بتبقى ورقه تخينه كده شويه. بصي ورقه السلق دي بتبقى دي كده، بقطفها اللي هي دي، ماشي؟ ده سلق ودي خبزه. بسلقها، بحط ميه مغليه تغلي، بحط ميه على البوتاجاز تغلي، ولما تغلي بحط فيها شويه كربوناتو وحبه رز، واروح حاطه الخبزه بتاعتي ديت، واول ما تتسلق كده اروح مصفياها، وبعد كده اروح حطاها في الحله عليها الشوربه واعملها بالمفراق اصلنا. وبعد كده ما اخلص عمايل المفراق اعملها بالمفراق واخلصها وتتعمل معايا. لو ما عندكيش مفراق ممكن تحطيها في الخلاط لفه واحده بس، ما تطحنهاش جامد عشان ما تتهريش قوي، تبقى عامله زي الحنه كده. بعد كده بقى بتروحي عامله الطشه، تحطي بقى لو عندك كام حته لحمه كده تحطيهم فيها، بس بعد ما تعمليها بالمفراق تعملي الطشه بقى اللي هي التوم بالكزبره الناشفه، وما يحمر تحطي عليهم شويه كزبره خضرا كده وتقلبيهم تقليبه، وتروحي تطشيهم عليها، تبقى اكله زي الفل. هناكل النهارده يا جماعه خبيزه اصلنا. يا رب الفيديو بتاعي النهارده يعجبكم. الفيديو الجاي بقى ان شاء الله هنعمل فيه خبيزه بقى واحنا بنسلقها واحنا بنسويها. واقول لكم اترككم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه حبايبي.